تخيلوا يا جماعة هذا المشهد. النبي عليه الصلاة والسلام يسأل جبريل: يا جبريل تضيع أمتي الصلاة؟ يا جبريل تضيع أمتي الصلاة؟ قال جبريل عليه السلام: يا محمد، يأتي أقوام من أمتك يبيعون دينهم كله بعرض من الدنيا قليل. لا تكن من الذين ذكرهم جبريل عليه السلام، لا تكن من الذين يستغرب النبي عليه الصلاة والسلام لتركهم الصلاة. الله عز وجل يقول: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين. والله عز وجل يقول: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. ذكرت كلمة الصلاة في القرآن الكريم 63 مرة، بس كلمة الصلاة. كلنا نعلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام لو رجع فقط يوم للدنيا لما بقي أحد في الكرة الأرضية إلا أتى عند النبي عليه الصلاة والسلام. تخيل هو مشتاق لك يقول لك: كيف صلاتك؟ والله العظيم سوف تبكي خجلا من النبي عليه الصلاة والسلام، فما بالك وأنت تعبد الله عز وجل الذي يراك دائما. كلنا نحب الله والرسول عليه الصلاة والسلام، لكن ليس الكل صادق في هذا الحب، لأنك حين تحب ستثبت للذي تحب بأنك تحبه، ستتقرب وستنافس العالم كله بأنك تكون أقرب القريبين له. إذن كيف حالك مع الله؟